للناس اللي ما بتعرفش تطبخ. لو عاوزين تبهروا حد بوصفة سهلة وسريعة جدا، يبقى لازم تجربوا اللحمة في الكيس الحراري ومعاها خضار ومن غير اي نقطة دهون او زيوت، يعني تنفع للدايت واللي من غير دايت. يلا نوريكم الطريقة بسرعة. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بالبصل. على قد كمية اللحمة حطوا كمية البصل. كيلو لحمة كيلو بصل، 2 كيلو لحمة 2 كيلو بصل، ربع كيلو لحمة ربع كيلو بصل. تمام. مفيش اسهل من كده. هنقطعه جوانح. اهم حاجة قطعوها كبيرة شوية. الحجم ده بالظبط كويس جدا. اكبر حاجة عندكم عشان هنقطع كتير. هو انا بشكر الناس اللي بتحبنا زي ما احنا، اللي مش طالبة فينا من تغيير ولا اي حاجة. دي شخصيتنا. مش قللوا ضحك كده ليمونة تشقلبوا كده. هو احنا زي ما احنا بطبيعتنا. وخصوصا ان الصراحه احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نعملش محتوى احنا مقيدين فيه. يعني احنا ولا بنكتب مثلا سكريبت ولا بنبقى محضرين احنا هنقول ايه. احنا بتلقائيتنا، ما بنحبش نبقى ماسكين قوي. وانا بجد انا بحيي الناس اللي هي حبانا زي ما احنا، اللي مش قاعده تقول لنا اعملوا كذا واعملوا كذا. لزوم التنظير مش اكتر من اقل. بس في ناس فعلا بتنصحنا، دي حقيقه، عشان هم عاوزيننا احسن. دول لفظ كبير على راسنا من فوق. ممكن نقول احنا ذوقنا وطريقتنا طبيعي كل الناس مش هتحبها اكيد. هو مفيش حد بيتفق على اي حاجه بالظبط. فلو انت طريقتنا مش عاجباك او انت، ننصحكم ان ما تتفرجوش، لان احنا مش ناويين نغير. وده مش زعل ولا اهانه ولا اي حاجه، بس احنا مش حياتنا يعني الحياه الجميله التحفه في كل الاوقات عشان نقعد حتى في الحاجه اللي احنا بنحب نعملها ما نضحكش ونهزر عشان انت مش عاجبك او انت مش عاجبك الضحك والهزار. انتوا مش عارفين حياتنا فيها ايه، ممكن حياتنا فيها جانب تاني انتوا ما هتعرفوش. فلا عادي، احنا بنحب نهزر وان شاء الله ناويين نفضل نهزر ونضحك طول الوقت. واحنا بنحب اللي بيحبنا. سيبكم من كل هذا الكلام. ما حدش كروتني واللي هيكروتني اعمل له بلوك من الفيديو. قولوا لي ايه رايكم في الجلابيه؟ ايه رايكم فيها؟ انت بتعمل دعايه للجلابيه؟ باخد راي فانزاتنا. قرن فلفل كبير الوان كبير كده حلو. جواه فلفل بقى كبير بجد. جواه فلفل تاني. مش ملاحظه ان احنا تقريبا كل مره نصور نطلع واحد تاني. بس مرزقين ده اخضر الحمد لله. مش عارفه ده طالع لبابا ولا لمامته ولا لمين. لا احنا قلنا نهزر بس مش نستخف. يا بايخ. ياما انت براحتك يا اما يا ماما يا. انا بتكلم بجد. اللي هيكروتني ومش هيقول رايه في الكومنتات فوقه. انت قمر يا مؤمن وهما بيحبوك والله خالص. خلاص كده خلاص. الحجم ده بالظبط. هو اكبر ولا اصغر؟ هو اصغر. الفكره ان هو هيدوب هيبقى وحش، فلازم الحاجات دي تقطع كتير لان اللحمه هتقعد كتير في الفرن. الجزر كتير كتير كتير، يعني هو مش كتير، هو عشان بيبي جزر حوالي 6-7 جزرات. هنقطعها دواير. هو انت هتفضل تقطعي كله ولا كاني بسمع. الشيف الاساسي مش وظيفته التقطيع. هو الشيف الاساسي شكله هيتضرب النهارده. زي واحده معترضه ان انا بهزر معاك واضربك بالقلم. لا عيب يا جماعه، عيب ايه؟ انا مامته في ايه وبنهزر. وبعدين تضربني تشتمني ايه؟ انا بموت في الشتيمه. ودخني. الدواير تبقى بالحجم ده. بصوا بقى، دي حاجه اوعوا تستغنوا عنها. البطاطس الصغنونه دي، بيبي بطاطس. ويا ريت تجيبوا البطاطس اللي هي الحمراء دي لانها بتستحمل درجه سوى كبيره يعني لفتره طويله. وطبعا بنغسلها كويس جدا وبنسيبها بقشرتها. ليه؟ القشره دي تحتها كميه من الحديد، كمان ان هي القشره مليانه اكتر الياف، هتشبع اكتر لو حد بقى بيعمل دايت، لان هي اكله ما فيهاش اي زيوت. لو انت كمان هدفك دايت كده برنس. وفي نفس الوقت يا مؤمن احنا معتمدين على الدهون اللحمه. دهون صحيه وبيبقى طعمها تحفه. طبعا البطاطس عشان نونو هنسيبها سليمه. هنديها بس بالشوكه كده 2-3 عشان التتبيله نفسها تدخل من جوه. لو هي صغيره زي الحجم ده اوعوا تقطعوها، الدوب هتبقى وحشه جدا. اخر حاجه 2 طماطم كده حلوين، برضو الطماطم نفس الحجم الكبير كده. كله كده على بعض. كميه من اللحمه زي ما قلنا اللي انتوا عايزينها، بس اهم حاجه تكون اللحمه فيها سنه دسم، يعني زي كده. ده اللي بيسوي بيه كل الخضار اللي معانا. ولا بصراحه لو اللحمه حمرا بس مش تدي طعم حلو خالص. لا. رغم ان انا مش بحب الدسم بتاعها، بس يعني هي بتدي طعم. برضو مش هنقطعها قطع صغيره قوي يعني. كويسه هي. احنا مش بنعلن والله لحد، بس احسن حد بتاخدوا منه قطعه لحمه هو عبد الله. هو انا عاوز اقول لكم ان مهما تبلتوا ومهما عملتوا ومهما اخترتوا لحمه، لازم تجيبوا لحمه هي في الاساس مرعاها حلو، والا هيطلع الاكل كله وحش. يعني هو في الاول والاخر طعم الاكله من اللحمه، واللحمه بالذات مش معتمد على تتبيل خالص خالص. دي حقيقه. ولازم تنقوا جزار بيديكوا حته لحمه طعمها حلو. احنا جزرنا الحبيب عبد الله. اخر حاجه بقى عشان نسوي توابل: فلفل اسود كتير كميه كبيره، ملح، بهارات لحمه، شويه جنزبيل صغيرين، بابريكا شويه حلوين برضو، كزبره، شويه قرفه، ودول ما تستغنوش عنهم عشان بيفرقوا في الطعم جدا. ميكس بقى.
ده مؤمن بقى كده. انا حاسس ان الطبق ده صغير. احنا هنجرب نحط في كيس حراري واحد. جم ما جوش حط في 2. اه هو انا بيتهيألي هيهبطوا شويه. هما هيهبطوا على ف- طول. صدقوني والله هتاكلوا حاجه لسه هنفضل نعبي. بتضحك ليه؟ كل الناس بتعمل كيس حراري، واحنا عاملين شوال حراري. نعمل كده. ما تقفلش كله يعني من هنا بس. عمال اقول لك ثواني. حاضر انا اسف عشان امي. لا عشان خد عليا. انت خدت عليا فعلا. التصوير ده مبوظك. لا يا حبيبتي انا طول عمري واخد عليك. لازم تقفله كويس. عشان كل اللي جوه يفضل جوه. هنجيب صينيه ونحط فيها الكيس ونجيب دبوس نخرمها كام خرم كده من 3 4 وخلاص. دلوقتي هندخلها في فرن في الرف اللي تحت اللي هو مباشر فوق النار على اعلى درجه حراره لمده نص ساعه. ودلوقتي عدى نص ساعه، هي بقت تغلي كويس. هنبتدي ننقلها من الرف اللي تحت للرف الوسط ونوطي درجه الحراره لانها تبقى حوالي 100. ولو ما عندكش في الفرن درجات تقدر تجيبها تحت المتوسط وطيها بشويه. وطيها شويه وسيبها بقى مع نفسك. تقريبا هنسيبها 3 4 يعني هنسيبها كتير. بعد 3 ساعات معاناه من الروايح. مش قادر جه فكرة بقى ان احنا ايه يعني ندوق. نفتح الكيس. اوعى ايدك تتحرق عشان بيبقى سخن. ده قوي. شفتي اللي حصل؟ قطعت يعني دايبه. بصي مش محتاج ادوس. بصي عشان السخونيه. هي دايبه. دي عاوزه. ايوه. بس يا مؤمن انا بحب البطاطس تنزل في الصوص اللي نازل ده مع قطعه من اللحمه. بصي يا ماما. بصي سمي ايه ده؟ بقى. بصي اللي نازل في الصينيه ده. ايوه ايه ده؟ هي دايبه. طعم الجزر فيها مش عادي دي حقيقه بجد. بجد. جزر بيشرب بطاطس من بصل. من التوابل. وبصي لا والبطاطس بصي بقى المميز في البطاطس صايه اهي دايبه ومش مهريه خالص. هي ناشفه والنشا بتاعها ما خرجش فما تقلش ما عملش الحاجه. كده. بقشرها كلها بقشرها ما فيهاش معاناه. يعني انتوا بتجمعوا كل حاجه وتقلبوها في بعض وترموها في الكيس في الفرن 4 ساعات جهزت. ده السهل الممتنع. دي حقيقه ده تحفه. السهل الممتنع. والله لو عمرك في حياتك ما دخلتي مطبخ وعمرك في حياتك ما دخلت مطبخ هتعملوها حلو خليكي واثقه انك هتبهري. بجد. عظمه. كل سنه وانتم طيبين بقى. هتعجبكم جدا والله. جربوها وهتشرفكم جدا. دمتم سالمين.